اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا بقى قبل ما الولاد تنزل المدرسه كده ويتعبوا مذاكره ودروس وهنا وهنا وهنا، نبر عليهم كده باكله كده ترم عظمهم. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونعمل صينيه الوليمه القمر دي. بنطلع بقى كده من الفريزر ونفتش ونطلع كده بسم الله. طلعنا نص كيلو من السجق ونص كيلو من الكفتة. انا بتبلها وبحطها في الفريزر علشان لما اطلعها اشتغل فيها على طول. والسجق بتاعنا الحمد لله اللهم بارك بجيبه برضو من عند حد يعني موثوق منه كده. بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى حطينا طاسة كده على النار وهننزل فيها بمعلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنشوح السجق بتاعنا كده رايح جاي رايح جاي علشان ياخد تشويحة قمر كده وما يلزقش معانا في الجريل او في الطاسة. هنشوح كده مع بعض بسم الله. وبعد كده هنضيف عليه مية. بتسوي السجق بالمية؟ ايوه بسوي السجق بالمية، وكمان الكفتة هنسويها بالمية هتستوي معاكي بطريقة تحفة جدا. مش هتلزق منك، لا السجق هيلزق منك ولا الكفتة هتلزق منك في الطاسة ابدا لما تحطي المية. وبالعكس هتطري جدا، هتطري السجق. كمان الكفتة هتبقى طرية معاكي جدا ومش تبقى محروقة وناشفة، ويعني تحسي ان هي منزلة دسم كتير. لا، المية بتقلل من حدية الدسم اللي في الكفتة او في السجق. تمام. يعني لو السجق عندك دسم وبينزل دهون كتير، المية دي هتقلل من الحدية بتاعة الدسم بتاع السجق. كمان الكفتة لو فيها مثلا دوش كتير دهون كتير، كل الحاجات دي هتقل قوي مع المية. قلبناه وشوحنا كويس جدا السجق. احنا مش هنحط لا بصل ولا طماطم ولا اي حاجة، احنا هنشوحه كده تمام في الطاسة بتاعتنا لحد ما يستوي وكمان ياخد اللون اللي انا عايزاه وهوريه لكم دلوقتي. تعالوا بقى نعمل الرز البسمتي. انا اكلته في مطعم فعجبني قوي الطريقه. كان حاطط بقى ايه؟ كزبره اللي هي الحصى. بصوا، كزبره حصى مش مطحونه. وطبعا الطريقه المعتاده بتاعتنا بنحط اللومي وبنحط القرنفل وبنحط كمان عود من القرفه بيدوله طعم خطير جدا. وبعد كده بننزل طبعا ببودره الزعفران بتاعتنا وبنقلب. لو انت حابه ان انت تحطي له بصلايه براحتك تمام مفيش مشكله. هنا طبعا بنحط له الميه المظبوطه. الرز البسمتي بيحتاج ميه اكتر من الرز البلدي بتاعنا. وكده خلصت طبعا وغرفت الصينيه وبسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عملت برضو معاها سلطه القدوس اللي هي شطه وطماطم وبصل وتوم وبهارات. وقطعت كده شويه طماطم، يعني احنا عارفين الطماطم غاليه فاخدت طماطميتين بس عملتهم. تنسوش بقى تصلوا على الحبيب المصطفى. اعملوا لي لايك كتير للفيديو ده، وبالله عليكم بالله عليكم شيروا الفيديو علشان يبقى عليه لايكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.